مساء الخير، انا مرشدة سياحية ودي قناة هيستوري ستوري. اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت برأيك، ولو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. النهاردة هنتكلم عن فيلم كيلوباترا. فيلم كيلوباترا من مفقودات السينما المصرية، وهو بطولة بدر الدين لاما، اخراج ابراهيم لاما وسيد زيادة، تأليف سيد زيادة. تم عرضه المرة الأولى يوم 14 مارس 1943. مدة عرضه 105 دقيقة. طاقم العمل: بدر لاما، أمينة رزق، محمد الديب، بشارة وكيم، درية أحمد، زوزو نبيل، أنور وجدي، محمود المليجي، عبد المنعم السعودي، منسي فهمي، سلوى علام، حسن كامل. يروي الفيلم قصة كليوباترا ملكة مصر وأنطونيو قائد الروماني الذي وقع في حبها، والحرب التي قادها أوكتافيوس للقضاء عليهم، ومصائر الثلاثة في هذا الصراع. مصير الثلاثة، طبعا كليوباترا ماتت بالتعبان، ومارك أنطونيو مات، وأوكتافيوس انتهى حياته بالحرب. بس رأي التاريخ في قصة كليوباترا بيختلف تماما عن التصوير السينمائي ليها، وإن شاء الله هنعمل فيديو عن قصة كليوباترا الحقيقية وهنعرضه على قناة هيستوري هاوس في أقرب وقت إن شاء الله. شكرا جدا لسماعكم الفيديو البسيط ده، ويا رب يكون عجبكم، ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وسلام.